السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابتسامة وجمال الابتسامة دي صدقة ملهاش دعوة بالانحلال، عشان ربنا أمرنا بيها نساء ورجال. الابتسامة صدقة، لكن الابتسامة اللي معاها إيحاءات غير لائقة بالسيدات دي اللي حرام عند الله. لكن تبتسمي في وش أخيكي المسلم، سيدة أو رجل أو طفل، دي صدقة. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما حد من الصحابة سأله وقال له: يا رسول الله، أعز صديق عندي توفى وأخي توفى، مين أحق بأن ندفنه؟ قال له: الأنفع لك. يعني الإنسان اللي بينفعك ده هو الأحق، ما قالش الأخ، قال الأحق بالدفن. الأنفع لك. ده ما معنى الكلام. معنى الكلام إن الإنسان لما ينفعك ويقف جنبك ويشيل عنك، دي نعمة كبيرة. هذا الشخص لو ما حافظتش عليه وصنته، أنت عند الله من ناقم النعم، لأنك أنت بتفتكر بعطائه لك إنك أنت قيمة وقامة، وإنك أنت تستاهل. أنت لا تستاهل أي شيء. هو بيعمل كده جبر خاطر ليك عشان ياخد حسناتك، لأن هو أذكى منك بكثير، وليس لأن أنت عندك مميزات جبارة فهو بقى بيتجه إليك عشان أنت تستاهل. أنت فكرك في هذا الأمر يجب أن تصححه. هو شخص يعمل حسنات لله. المستفزين تاني كتر في المجتمع، اللي هو بيلاقي الشخص حنين عليه. هما بيستفزوا مين؟ بيستفزوا العصبي، بيستفزوا الشخص اللي هو قليل الأدب، بيستفزوا الشخص القاسي. لا خالص، هما بيدوروا على الشخص اللي هو قلبه حنين، قلبه طيب، وعارفينه انه مش هيأذي مهما يعملوا فيه، متمسك بيهم او فيهم، او متمسك بانه هو يؤدي رسالته، مش متمسك بيه كشخص، متمسك انه يؤدي رسالته، سواء اهل سواء صديق. يعني في اصدقاء بيبقى معزتهم زي الاهل، عشرة عمر، وفاء، احترام. عمل مثلا حاجة كويسة فيه فهو أصيل فاكرها له، رغم ان هو عمل حاجات كتير في الشخص التاني فهو نسيها له، لكن هو عنده الأصل عالي شوية. مش معنى ان هو متمسك بيك لان متمسك بشخصك، هو متمسك بيك يا مستفزين، ست او رجل، لان هو عنده الوفاء. مش عايز يغدر بيك عشان يخش بيك الجنة، سواء أهل سواء أصدقاء. فحافظوا على اللي معاكم، لأن في الزمن ده محدش بيدي. ما يلاقي حد في الزمن ده عنده عطاء، امسكوا فيه بإيديكم واسنانكم، لأن الناس دلوقتي عايزة تاخد، الناس دلوقتي مش عايزة تدي. لما تلاقوا في حياتكم إنسان بيدي وبيحبكم وبيخاف عليكم ومقدركم وبتاع نفسه بزيادة، بلاش تطعنوا فيه، بلاش تجرحوه، بلاش تهنوه. محدش لاقي. انا ببكي لان لغه العطاء لغه جميله، حافظوا عليها ارجوكم. الناس اللي بتدي دي نادره، حافظوا عليها واكبروا خاطرهم. بلاش تستفزوهم. تستفزوهم ليه؟ هيقتص منكم يا هبل، هيقتص منكم، هياخد حسناتكم لنفسه. يا بخت. ايوه، هو اذكى منكم لانه بياخد حسناتكم وبيصبر عليكم عشان هو انسان يفهم صح الدين الإسلامي. اللهم بارك في كل مسلم ماشي على الدين الإسلامي صح. شكرا لمتابعتكم. تحياتي.